بتبدأ الحكاية في صحراء أغربة مع الوزير جعفر، وده كان وزير الملك ودراعه اليمين، وبيكون معاه اللص وكان جايب له نص جعران دهب، وبيعرف من خلال الجعران إنه يوصل لكهف العجايب. وطبعا الكهف ده كان معروف إنه مليان كنوز كتير، ومنها المصباح السحري اللي بيدور عليه جعفر من زمان. فوقتها جعفر بيؤمر اللص اللي معاه إنه يدخل الكهف علشان يجيب له المصباح السحري. بس وقتها حارس الكهف بيبلغهم إن الشخص اللي هيدخل الكهف لازم يكون طيب وقلبه أبيض، بس برضه جعفر ما بيسمعلوش وبيؤمر اللص إنه يدخل الكهف. وفعلا أول ما اللص دخل الكهف مدخل الكهف قفل عليه وموته. فجعفر بيكلم الطائر بتاعه وبيقول له إحنا كده لازم ندور على واحد تاني علشان يجيب لنا المصباح. وبعدها بنروح لمدينة أغربة وبنشوف بطل الحكاية علاء الدين. وعلاء الدين كان شاب فقير ومشرد، وحراس المدينة كانوا بيطاردوه علشان سرق رغيف عيش علشان ياكله. وبعدها بنتعرف كمان على القرد عبوه، وكانوا عمالين يتنططوا فوق أي حاجة والحرس بيجري وراهم كتير، بس علاء الدين بيعرف إنه يهرب منهم. ولما بيقعد هو والقرد علشان ياكلوا بيشوفوا طفلين صغيرين بيدوروا على أكل في الزبالة. فوقتها بيظهر علاء الدين وطيبة قلبه وبياخد الرغيف اللي سرقوه وبيديه للأطفال علشان ياكلوه. وفي نفس الوقت بيظهر أمير غني وكان رايح القصر علشان يطلب إيد ياسمين أميرة المدينة بتاعتهم وبنت الملك. ولما كان ماشي في الطريق الأطفال بيقفوا قدام الحصان بتاعه، فبيطلع الكرباج بتاعه وكان هيضربهم، بس علاء الدين ساعتها راح له ودافع عن الأطفال بكل قوته. والأمير طبعا ما عجبوش اللي حصل وفضل يشتم فيهم وبعدها سابهم ومشي. وبنروح بقى للأميرة ياسمين اللي كانت رافضة الجوازة دي، وخلت النمر بتاعها يعض العريس ويبهدله. بس باباها الملك كان متضايق منها جدا وقال لها إن قانون المملكة بيقول إن الأميرة لازم تتجوز أمير، بس ياسمين بتكون عايزة تعيش قصة حب وتتجوز اللي هي بتحبه. وبعدها بيجي الوزير جعفر الشرير وبيقول للملك إن هو هيجيب لها عريس كويس، وبيطلب منه الخاتم اللي في إيده. والملك وقتها ما بيعرفش يرفض طلب جعفر، وده بسبب تأثير العصاية السحرية اللي مع جعفر. وبالليل الأميرة ياسمين بتتنكر وبتخرج بره المملكة علشان تتفرج على الشعب وتشوف أحوالهم. وعلاء الدين والقرد بتاعه بيكون وقتها في السوق وبيشوف ياسمين وبيعجب بيها جدا، وطبعا ما كانش يعرف إن هي الأميرة. وبتشوف الأميرة طفل جعان واقف جنب التفاح، فبتلقائية بتاخد التفاحة وبتديها له، بس صاحب التفاح مسكها وبدأ يزعق لها وكان فاكرها بتسرقه. وقبل ما يضربها بالسيف اتدخل علاء الدين على طول وقال له أصل مخها تعبان شوية. ومن الناحية التانية جعفر كان في القصر وبيعمل السحر الخاص بيه، وبيطلع إن الشخص اللي قلبه طيب اللي ممكن يدخل الكهف هو علاء الدين. وعلاء الدين وقتها كان لسه مع الأميرة وبيعرفها حياته، وقال لها إنه مقضيها واللي نفسه فيه بيعمله. وطبعا الأميرة كان عاجبها حياة الحرية دي على عكس حياة الحبسة اللي في القصر، وبتعرفه إن هي أميرة بس البلد تانية بعيد جدا، وبتقوله برضه إن هي هربت علشان أبوها كان عايز يجوزها. وفي نفس الوقت ده بيدخل عليهم حراس جعفر، وكان جعفر بعتهم علشان يمسكوا علاء الدين، بس الأميرة بتعلن عن نفسها وبتقول لهم إنهم يسيبوه. فالحراس بيقولوا لها إنهم بياخدوا أوامرهم من جعفر مش منها هي. فعلى طول الأميرة بتروح لجعفر وبتسأله قبض على علاء الدين ليه. فجعفر وقتها بيقول لها إنه كان خطفك وإحنا خلاص حكمنا عليه بالإعدام، بس طبعا جعفر كان عايز علاء الدين علشان هو الوحيد اللي هيقدر يدخل الكهف. وساعتها علاء الدين كان في الحبس ومستني مصيره، بس القرد عبود بيوصل وكمان بيفكه من الكلبشات. وبعدها بثواني بيظهر راجل كبير جدا وبيطلب من علاء الدين إنه يساعده، وفي المقابل هيديله كنوز علشان يقدر يتجوز الأميرة. والعجوز ده بنعرف إنه جعفر بس كان متنكر، وفعلا بعدها بياخده وبيروحوا الكهف العجايب. والعجوز بيقول لعلاء الدين هتدخل تجيب لي المصباح وبس، وإياك تلمس أي حاجة تانية جوه الكهف. وفعلا بيخش هو والقرد اللي أول ما بيشوف الكنوز والدهب كان هيتجنن. ولما القرد قرب من الدهب علاء الدين بيوقفه وبيقول له احنا ما ينفعش نلمس اي حاجة هنا غير المصباح. وبعدها وهم ماشيين بيبقى فيه بساط سحري ماشي وراهم، والبساط ده ساعدهم وقال لهم على مكان المصباح اللي هم بيدوروا عليه. وفعلا بيوصلوا للمصباح اخيرا، بس القرد عبود بيشوف جوهرة وبيتشدلها جامد،
وفي نفس الوقت اللي علاء الدين بياخد فيه المصباح، عبود كان بيشيل الجوهرة، وساعتها بقى المكان بيتحول والكنوز بتختفي، والكهف كله بيبقى عبارة عن حمم بركانية وكانوا هيموتوا. بس على طول البساط بياخدهم وبيطير بيهم، وبيعرفوا إن هم يهربوا من الكهف. بس قبل ما يخرجوا وقع على البساط السحري صخرة، وعلاء الدين اتعلق في الصخرة التانية، وكان بيمد ايده للراجل العجوز علشان يطلعه. بس طبعا الراجل العجوز كان كل همه انه ياخد المصباح، وعلى طول اخد منه المصباح وسابهم يقعوا جوه الحفرة. بس لما نزلوا لتحت بيطلع ان المصباح لسه معاهم، لان عبود ضحك عليه واخده منه تاني. بس برضه دلوقتي في مشكلة، ان هم لسه محبوسين في الكهف ومش عارفين هيخرجوا ازاي. فساعتها علاء الدين بيدعك المصباح السحري وبيطلع له العفريت اللي جواه، وكان واضح انه بقاله كتير جدا نايم في المصباح. وبعدها العفريت بيعرف علاء الدين انه هو ممكن ينفذ له 3 طلبات، وكمان بيقول له انه عنده قدرة خارقة، بس حذره من 3 حاجات ما يقدرش يعملهم. واول حاجة ما يقدرش يقتل حد، وتاني حاجة ما يقدرش يخلي حد يحب حد، والتالتة قال له انه ما يقدرش يصحى حد من الموت. وعلشان علاء الدين ما يضيعش أمنية من ال3 بيبدأ يستفز العفريت، وبيقول له إنه ما يعرفش يطلعه من المكان ده. بس الجني علشان عبيط نفذ لهم طلبهم وطلعهم بره خالص. وبكده علاء الدين هو لسه معاه 3 أماني. ومن الناحية التانية في قصر الملك، ياسمين كانت واقفة مع جعفر وأبوها، وبتقول إن أول حاجة هتعملها لما تبقى ملكة إن هي هتطرد جعفر. وبعدها البغبغان بتاع جعفر بيعرض عليه إنه هو اللي يتجوز الأميرة علشان يبقى هو الملك. وبنرجع بقى للجني، وكان فعلا خرج علاء الدين والقرد بتاعه، وبيعرف علاء الدين إن هو بيخدم صاحب المصباح، وإنه برضه مقيد ومحبوس بكده، والحل الوحيد اللي يخليه يتحرر من المصباح إن صاحب ال3 أماني يتخلى عن أمنية من ال3 ويتمنى له بيها حريته. وفعلا علاء الدين وقتها بيقول له لو ساعده يتجوز الأميرة هيتمنى له الحرية في آخر أمنية ليه. وقتها علاء الدين بيفكر في أول أمنية ليه، واللي هي هيتجوز بيها الأميرة ياسمين، وبيطلب ساعتها من الجني إنه يحوله الأمير. وده اللي بيحصل فعلا، وبيحوله الأمير، وكمان بيحول القرد بتاعه عبوه لفيل ضخم جدا، وبيعملوا موكب كبير علشان يدخلوا بيه على ملك أغربة. وبيبدأ الموكب كله يغني للأمير علي، وده الاسم الجديد لعلاء الدين. وكانوا بيقولوا إن هو من مملكة بعيدة جدا، وإنه كمان أمير غني جدا وعنده فلوس ما تتعدش. ولما بيدخل على الملك في القصر بيعجب بيه جدا وبالبساط السحري بتاعه، وبيكونوا واقفين هما الاتنين وجعفر معاهم وبيتخانقوا مين فيهم هيتجوز الأميرة. وفي نفس الوقت بتدخل عليهم الأميرة وبتتضايق جدا لما بتلاقيهم بيبيعوا وبيشتروا فيها، وبرضه ما كانتش عارفة علاء الدين بسبب اللبس الجديد. وبالليل علاء الدين بيروح للأميرة في البلكونة وبيفضل يقول لها إنه أمير غني جدا، بس هي ما بتسمعلوش خالص وبتقفل الباب في وشه. ولكن علاء الدين بيهزر معاها وبينط من البلكونة. بس بعدها لما بتتخض وبتروح تشوفه بتلاقيه على البساط السحري بتاعه، فبتعجب بالبساط السحري جدا، وبياخدها علاء الدين على البساط علشان يلفوا سوا في المدينة كلها. وفي الآخر بيقعدوا في مكان، وياسمين بتعرف إن هو استدركها، واكتشفت إن الأمير علي هو نفس الشخص اللي قابلها في السوق وأنقذها. فوقتها علاء الدين بيقول لها إن هو بيحب يتنكر علشان ينزل في الشارع براحته، إنما هو أصلا أمير بجد زيها. وبعدها بيرجع الأميرة لأوضتها مرة تانية، بس بعد ما حبت علاء الدين الفقير هي دلوقتي بتخوض التجربة وبتحب الأمير علي. وعلاء الدين كان لسه هيبدأ يعيش في الأحلام، وبيتفاجئ برجالة جعفر بيهجموا عليه وبيمسكوه، وكمان بيضربوه وبيرموه في المية علشان يخلصوا منه. بس هو لمس المصباح في آخر لحظة والجن طلعه وأنقذه من الغرق. والأميرة وقتها كانت في أوضتها مبسوطة وسعيدة جدا، لحد ما دخل عليها الملك ومعاه جعفر. والملك ساعتها كان تعبان جدا، وكان واضح عليه إنه تحت تأثير سحر جعفر. وبيقول لياسمين انت خلاص هتسمعي الكلام وهتتجوزي جعفر. وفي نفس الوقت دخل عليهم علاء الدين وقال لهم ان جعفر كان عايز يخلص منه. وكمان بيكتشف ساعتها ان الملك تحت تأثير عصا جعفر، فعلى طول بيمسك العصا وبيكسرها. واول لما العصاية اتكسرت الملك بيفوق من سحر جعفر، وبيطلب من الحراس ان هم يقبضوا عليه. بس جعفر بيرمي حاجة بتنفجر في المكان وبيقدر انه يهرب منهم. والملك بعدها قرر انه يجوز الامير علي للاميرة ياسمين. وطبعا علاء وياسمين كانوا فرحانين جدا في الوقت ده،
بس علاء الدين لما خرج بره كان زعلان لأنه كان بيضحك عليها وكان عايز يعترف لها إن هو فقير، إنما الجن بقى كان بيطلب منه إنه يحرره زي ما وعده. فعلاء الدين بيرفض لأن وجود الجن هو اللي عامل له قيمة ومخليه أمير، وبيقرر إن هو لازم يروح يصارح الأميرة بالحقيقة. ولما بيمشي علشان يعمل كده البغبغان بتاع جعفر بيروح وبيسرق المصباح وبيوديهوله. ولما المصباح وصل لجعفر بيخرج الجني وبيطلب منه أول أمنية ليه وهي إنه يبقى ملك أغربها. وطبعا زي ما قلنا الجن بينفذ أمنياته علشان هو بيخدم صاحب المصباح. وتاني أمنية لجعفر طلب منه إنه يبقى أقوى ساحر في العالم. وبعدها بيفضح علاء الدين وبيعرفهم إن هو بيكذب. ومش بس كده، ده كمان بينفيه في مكان بعيد مليان تلج. وجعفر بقى مسكتش وكان رابط ياسمين بسلسلة وبيخليها تأكله ببقه. وبعدها جعفر بيطلب من الجني إن هو يخليها تحبه. فالجني وقتها بيقول له أنا ما بخليش حد يحب حد تاني. وبعدها ياسمين بتشوف علاء الدين اللي قدر يرجع بمساعدة البساط السحري، فوقتها بتعمل نفسها إنها حبت جعفر وبتبدأ تلهي جعفر لحد ما علاء الدين يتسحب وياخد المصباح. بس جعفر على آخر لحظة بيشوف علاء الدين، فبيبص على ياسمين وبيتعصب عليها وبيحبس الأميرة في ساعة رملية. وساعتها بيتحول بعدها لتعبان كبير وضخم جدا. فعلاء الدين وقتها بيضحك عليه وبيقول له انت لسه مش اقوى واحد على الارض، لان الجني لسه اقوى منك بكتير. فوقتها خطة علاء الدين بتنجح وجعفر بيطلب من الجني انه يتحول زيه. ففعلا وقتها بينفذ له الامنية وجعفر بيتحول لجن ضخم جدا. بس الخدعة بقى انه هيفضل محبوس هو كمان في مصباح زي ما الجن التاني محبوس. وساعتها بيخلصوا من المصباح بتاع جعفر وبيرموه في حتة بعيدة جدا. وعلاء الدين بعدها بيعتذر لياسمين إنه كذب عليها وبيطلب آخر أمنية ليه وهي إن الجن يتحرر من المصباح. وطبعا الجني ما كانش مصدق نفسه وقرر وقتها إنه يسافر ويلف العالم كله. ولما الملك بيشوف اللي حصل بيغير القوانين بتاعة المدينة وبيجوز بنته الأميرة ياسمين لعلاء الدين الشاب الفقير. وفعلا هو ده اللي بيحصل وبيتجوز علاء الدين من ياسمين وبيعيشوا في تبات ونبات. ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان نوصل ل1000 مشترك في أقرب وقت. شكرا ليك والسلام عليكم.